سؤال ببالي، ليش نخلي شموع بالكيكة؟ ما تفكر؟ ما يخطر على بالك هذا السؤال؟ ليش نخلي شموع بالكيكة وبعدين نصفق هابي بيرثداي تو يو؟ ليش؟ لك بابا ليش؟ منو صاحب هاي الفكرة؟ جاهز تنصدم؟ اسمع، أول ناس حطوا شموع على الكيك هم الإغريق. الإغريق مو الناس تغرق، افهم، الإغريق هم مجموعة ناس كانوا يعيشون باليونان قبل آلاف السنين، وهم أول ناس كتبوا مسرحيات وقصص أسطورية، وكانوا خبراء بالرياضيات والفلسفة، يقولون مثل أفلاطون وسقراط وأرسطو. بس هذول كانوا يعتقدون إنه أكو، استغفر الله ربي وأتوب إليه، على أساس أكو هواي آلهة. طبعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذول الإغريق كانوا يؤمنون بالآلهة، فكرة وجود آلهة، وآلهة خياليين مثل زيوس وأثينا وأرتميس. يقال إنه الإغريق كانوا يسوون كيكة دائرية ويخلون بيها شموع، حتى على أساس الشمعة تلمع مثل إله القمر بالنسبة لهم. تخيل بس هاي الفكرة منين طلعت جاية، وتقريبا أغلب الناس بهذا الوقت يسووها. وات؟ هسه تعال خلينا نسولف على سالفة نفخ الشمعة. ليش ننفخ على الشمعة؟ منو اخترع هاي الفكرة؟ بأغلب أعياد الميلاد بعضنا نخلي الشمعة ونتمنى وننفخ عليه. أول ناس سووا هاي الفكرة هم الألمان، وتحديدا بالقرن الثامن عشر. كانوا يخلون الشموع بالكيك ويخلون أطفالهم يتمنون وينفخون عليها، حتى من ينفخوها دخان الشمعة على أساس يصعد للسماء وتتحقق أمانيهم. الشمعة عزيزي المشاهد هي من أقدم الرموز بالعالم، وكل مجموعة فسرتها بطريقتها. بعض الناس كانوا يعتقدون الشمعة هي الحياة والزمن، وبعض الناس يعتقدون إنه الشمعة ترمز للأمل والنور لأنه تنور الظلمة، فقاموا يحطوها على الأماكن اللي يعتقدون بيها مقدسة، فتلقاهم بهذا المكان يشعلون الشموع. أما أكو بعض الناس كانوا يعتقدون الشمعة رمز للحماية على أساس تحميهم من الأرواح الشريرة، والنفخ عليها هو طرد للحظ السيء. وهاي باختصار فكرة الشمعة بالكيكة. يا كيكة سؤالي إلك، راح تظل تشعل شموع بالكيكة بعد ما سمعت هذا الكلام؟ لو راح تبطلها اكتب لي بالتعليقات.